السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. النهارده فيديو كالعاده كده واحنا مسافرين دردشه على الطريق، هنتكلم عن الاحلام، الحلم. انا عاوز اوصل، انا عندي حلم. في فيديو مشهور جدا لكريستيانو رونالدو، هو فيديو ثواني معدوده. المذيع بيسال كريستيانو رونالدو واتنين لاعبين تانيين، انا ماليش في الكوره قوي، بس الخلاصة من الفيديو بيسألهم، بيقول لهم مين أفضل لاعب في العالم. اللاعب الأولاني قال دييجو مارادونا، وكريستيانو رونالدو قال أنا. كل الناس اللي حواليه ضحكت، كان لسه في العشرينات مثلا، صغير كده، ولكن عنده حلم. انت متخيل ان انت لو انا سألتك دلوقتي بقول لك مين احسن واحد مثلا بيصور، او مين احسن ممثل، او مين احسن مغني، وانت ترد عليا تقول لي انا؟ انت متخيل؟ فالفكره يا جماعه اللي احنا هندردش فيها النهارده الا وهي الحلم. لو الحلم بيضحك الناس اللي حواليك يبقى هو ده حلمك. الناس بتضحك ليه؟ الناس مش شايفه الحلم زي ما انت شايفه. انت شايف نفسك في الحلم بطريقه الناس ممكن ما تشوفهاش. عندك اللي كنا بندرس في المدرسه، توماس اديسون، حاول 1000 مرة كان بيقول للناس أنا هعمل مصباح أنور لكم الدنيا بالكهرباء. الناس كانت بتضحك عليه، مش فاهمين. هو فاهم وعنده المعلومة. فالفكرة إن أنت تجري ورا حلمك، تجري ورا حلمك، ولازم تحط أهداف لنفسك. ولو تفتكروا، لو أنتم متابعين الفيديوهات أو ابتديتوا تتابعوا الفيديوهات بتاعتي، في فيديو أنا عملته عن حاجة اسمها إزاي تكتب أهدافك باستخدام استراتيجية السمارت، صح؟ وقلنا السمارت هي كلمة بالإنجليزي معناها ذكي، فهي أهداف ذكية، ولكن كل حرف في الكلمة بيشير لخطوة تجاه الحلم الكبير. سمارت، اس لازم يكون سبيسيفيك، محدد. ان measurable لازم يكون قابل للقياس، انت achieved ولا progressing ولا ايه بالظبط، مكانك فين في الحلم. A achievable لازم يكون حلم يتحقق مش حلم مستحيل. are relevant لازم يكون ليه علاقة بالهدف الكبير. يعني لو انت مثلا حلمك ان انت تكون مصور او مخرج او ايا كان، ما تروحش مثلا تدرس تاريخ الكاميرات من ساعة النشأة لحد اللي احنا فيه دلوقتي. هو قال الى حد ما ليه علاقة بالموضوع كجنرال، ولكن ملوش علاقة بهدفك، صح؟ انت لازم تدرس التكنولوجيا اللي وصلنا لها دلوقتي ممكن تديك ايه، او ممكن انت تستفاد منها بايه. دي اخر حاجه في الكلمه، اخر حاجه في الهدف الذكي، ان هو يكون ليه تايم لاين. لازم يكون في تايم لاين. انا السنه دي حاطط هدف معين لازم اوصل له، وان شاء الله هوصل له. انا في الشركه اللي انا شغال فيها في حاجه جميله قوي بنعملها، الا وهي المانثلي اوبجكتيفز والكوارترلي اوبجكتيفز والييرلي اوبجكتيفز. الفكره مش ان انت شغال بس وخلاص بتخلص التاسكس اللي انت شغال عليها، ولكن انت لازم التاسكس دي يكون ليها ديسكريبشن، يكون ليها وصف. ايه الهدف بتاعك على مدار الشهر، او على مدار ربع السنه، او على مدار السنه كلها. وفي حاجه اسمها السكسس ميجر. يعني احنا لما بنكتب مثلا المانثلي اوبجكتيفز لازم تحتيها على طول في حاجه اسمها السكسس ميجر. يعني انا ايه مقياس النجاح ان انا حققت الهدف بتاعي ده. فدي حاجه بصراحه انا ابتديت استخدمها في حياتي، ان انا حاطط لنفسي مثلا في 2025 او على نهايه 2025 مش اكون achieved الجولز، لا exceeded الاكسبكتيشن. حاطط لنفسي اهداف اكتر كمان من اللي انا المفروض انها تكون achieved. فما تيأس، ما تخليش الحلم بتاعك يدفن وسط ظروف الناس مش شايفاه، الناس مش مصدقاه. دي كلها ظروف المفروض انها بتعطلك، ولكن انت ما تتعطلش. انت عندك حلم. عارف انت زي السبق كده لما بيجروا في التراك، وفي الحاجات اللي هم بينطوها ويشوفوا مين اللي اول اللي هيوصل. دي كلها obstacles، بس اهم حاجه ان انت تعديها to overcome obstacles. فتاني هرجع، كريستيانو رونالدو من ما اعرفش الفيديو ده قديم قد ايه، بس قول من 15 20 سنه
مين افضل لاعب؟ بيسالوه مين افضل لاعب، قال لهم انا افضل لاعب، وفعلا وصل ان هو دلوقتي افضل لاعب وافضل لاعب ومستمر كمان. الحلم ما ينفعش ان انت تكون حققته وتقف عنده وتقول يا انا هستريح بقى وكده انا حققت حلمي. لا، في السبق يا باشا، في ناس جايين وراك، ناس حاطين لابسين صواريخ في رجليهم، بيجروا بيعافروا في الدنيا. في ناس تيجي تكلمها تقول لك انا اعيش الدنيا دي مره واحده، اكون او لا اكون. فيا بطل يا بطل يا ابطال، ان شاء الله اجروا ورا الحلم بتاعكم ان شاء الله باذن الله. طبعا الحلم مش حاجه سهله ان انت مثلا حطيت لنفسك حلم وخلاص كده بيتحقق لوحده. لا، في هارد وورك، في ايفورتس، في حاجات كتير لازم تبذلها ولازم تدفعها في الحلم ده. برضه دور. ودايما انا بقول يا جماعه احنا اليومين دول في عصر سهل في الوصول للاحلام. انت عندك، احنا دلوقتي بقينا في عالم صغير. كانوا في مره سالوا نجيب ساويرس، بيقولوا له الشباب دلوقتي بيسافر بره وبيجري ورا احلامه عشان طبعا يحسن من دخله ومن فلوسه والحاجات دي كلها. انت تنصح الشباب بايه؟ قال كلمه جميله جدا وملهمه، قال انت ممكن تكون اغنى واحد في افقر دوله في العالم، ممكن تكون افقر واحد في اغنى دوله في العالم. فهي الفكره مايند سيت، انا شايف نفسي ايه بغض النظر عن الظروف او المكان اللي انا عايش فيه. ف دي كلها حاجات تقول لك ان مفيش مستحيل. في حاجات صعبه، الصعوبه موجوده في كل حاجه او كل الخطوات اللي احنا بنعملها، ولكن هي مش مستحيله، مش مستحيله. دور على، افتح اليوتيوب، افتح جوجل، دور على الابطال اللي انت بيلهموك، اللي انت شايف ان هم فعلا ابطال. وفي حاجه انا مؤخرا برضو لما يعني ابتديت القناه اليوتيوب دي، ابتديت اللي هو طيب انا في ناس فعلا وصلت انها عندها ملايين المشاهدات ورسالتهم فعلا بتوصل للناس. الناس دي عملت ايه؟ انا بعمل حاجه جميله، بروح لاول فيديو او اول 5 فيديوهات هم بداوا بيهم، بشوف معظمهم بدا بكاميرا موبايل. ما كانش عنده السيت اب او الاستوديو اللي هو دلوقتي قاعد طالع صوت ايديل او عنده الكاميرا التصوير والايديتنج والحاجات دي كلها. لا، بس ابتدى لحد ما رسالته وصلت للناس وابتدينا نقول اوه والله فعلا ده. وتبص تلاقيه دلوقتي بيشارك معاك، شاري شقه في دبي، بيروح مؤتمرات مش عارف فين، الحاجات دي كلها. انا عندي حلم ان انا اعمل الشامبيونز كوميونتي، ودايما بذكره في فيديوهاتي، اللي هو يلا يا ابطال ايد على ايد ان احنا نستفيد من بعض. عندك فكره حطها في الكومنت، عندك حلم شاركنا بيه، يمكن حلمك يتصادف ان هو زي حلمي، ونبتدي ان احنا بمشاركتنا للحلم ده ان احنا فعلا نوصل له. فكتير من الشخصيات، ويمكن انا قلتها وبقولها دايما، اللي الهمتني في حياتي محمد علي يا جماعه. نشأ في بيئه كلها عنصريه وكلها فقر، وناس كانوا بيقولوا له انت تنفع للخناقات بس هو كان شايف نفسه بطل. فمره سالوه قالوا له انت لو اتعاد بيك الزمن هتعمل ايه؟ قال لهم هعمل نفس اللي انا عملته. ودي الكلمه اللي محمد صلاح برضه لما سالوه في مره هتعمل ايه لو انت صحيت من النوم لقيت نفسك راكب نفس الاتوبيس اللي هو بينك وبين القاهره النادي اللي انت بتلعب فيه حوالي ساعه، هتعمل ايه؟ قال لهم هعمل اللي انا عملته تاني، هجري ورا حلمي. محمد علي جري ورا حلمه واثبت لنفسه. هو قال انا كان نفسي اطلع بروفيسور، كان نفسي ان انا اكون مدرس مثلا في جامعه معينه، وهو راجل لبق وعنده معلومات وعنده ايمان بنفسه فوق العاده. فقال انا هعمل اللي انا عملته تاني، ولكن انا الظروف حطتني ان انا لازم اكون بطل في الحلبة، مش ان انا اكون بطل جامعي او بروفيسور او استاذ جامعي. لكن لا، هي الظروف اللي انا انشأت فيها او اتولدت فيها ظروف فعلا صعبة. ف هلعب ملاكمة تاني وهكون بطل تاني وهعمل كل اللي انا عملته ده. فانت يا بطل ما تيأس، حط حلم لنفسك، اكتبه بالسمارت جولز، اوصل للحلم اللي انت عاوزه. الناس بتضحك عليك تمام، اضحك معاهم، ولكن هم مش شايفين الحلم او مش شايفين نفسك في الحلم ده بالطريقة اللي انت شايف نفسك بيها. فتوكل على الله يا شباب، توكلوا على الله. ما تقولش الظروف وانا في بلد فقيرة
وانا الظروف حواليا، انا موظف صغير، انا مش عارف. انا في فيديو شفته امبارح ولا اول امبارح عن شاب في القاهرة بيخرج بكاميرا التليفون بتاعه بيصور محلات اللبس، الفيديو ب20 جنيه. الشاب ده الصغير برضه عشريني ده، ان شاء الله بعد مده ممكن تكون صغيره ممكن تكون طويله، ولكن بالاستمراريه هيكون عنده كاميرا كبيره ويكون عنده سيت اب محترم ويكون عنده كل الامكانيات ان هو يشتغل مع براندات عالميه. ليه لا؟ ودلوقتي زي ما انا قلت ودايما بقول، العالم بقى صغير، العالم بقى صغير. انت ممكن تعمل صفحه على الفيسبوك تحط الصور بتاعتك فيها والناس، يعني انا والله العظيم اللايك اللي انتوا بتسيبوه في الفيديو ده بالنسبه لي ريورد، ان انا فعلا رسالتي بتوصل، في ناس عجباهم المحتوى بتاعي، في ناس عاوزه توصل معايا، في ناس بتشجعني وفي ناس بتشجع نفسها. يعني اللايك اللي انت بتحطه ده تحفيز، او انت حسيت ان انت اتحفزت، او ان انت شايف ان ده ممكن محتوى فعلا شاب قدامك بيحاول يوصل لحلمه. فانت افتح صفحه على الفيسبوك وحط المحتوى او الحاجه اللي انت حاببها، الحاجه الباشونيت. هتقول لي طيب انا بصراحه مش عارف، وانا ان شاء الله هعمل فيديو ازاي الاقي المهاره او الباشون بتاعي. ان شاء الله هعمل فيديو عن ازاي ان احنا ندور في نفسينا ونطلع كده الباشون او المهاره اللي موجوده واللي انا مش عارفها. ولكن تعالى معلم، انت عندك فكره مشروع ولكن انت واقف على الفلوس، برضه افتح صفحه فيسبوك على السوشيال ميديا، افتح على التيك توك وابتدي خاطب الناس، قول لهم انا عندي فكره 1 2 3، وما تتكسفش. عندي فكره 1 2 3 وبدور على فلوس، يمكن حد فعلا يؤمن بالفكره دي يساعدك، يبعت لك فلوس، تبقوا شركاء في فكره تتحقق ان شاء الله. فاتحركوا يا شباب، الحياه الوقت بيمر. كنت بتكلم مع واحد صاحبي امبارح بيقول لي يعني وصلنا لمفهوم ان الوقت بيمر، في ناس بتصرف فيه فلوس وفي ناس بتعمل فيه فلوس. فهو انت اختار انت انهي اتجاه رايح. هل انت فعلا موظف او لسه طالب او عندك مشروع صغير الوقت بيمر عليك وعمال تستنفذ من الفلوس دي، ولا عمال تكبر فكرتك بحيث انها تجيب لك فلوس؟ هو ده الهدف يا شباب. اختار الطريق اللي انت عاوز تروح فيه. الظروف عمرها ما هتكون حلوة عشان سيادتك تحقق الهدف، لا يا باشا، انسى الظروف، انسى كل اللي حواليك. معلش كلنا بص، كل واحد فيه في حياته قصة لو حكاها للناس هتبتدي تعيط، تقول له ازاي انت عايش. فالقصة دي ما ينفعش تعطلك. عندك برضه فيديو للاعب كمال الأجسام بيج رامي، بيتكلم فيه عن بدايته، بيتكلم فيه ازاي ان هو سافر واتغرب وكان شغال، والشغل مش عيب، ولكن كان بيخلص شغله ويطلع على الجيم يتدرب. راح مسك جيم، الجيم قفل، وبعد كده في جيم تاني فتح. واسمع حكايته هتقول ايه ده، ازاي يا عم الراجل ده ما جاش في لحظات من اللي هو بيحكيها دي وقال لا انا كده جيف اب، انا مش هكمل، انا خلاص مكتوب عليا كده. لا لا لا، الاقدار، يعني ربنا بيقول لك الدعاء بيغير القدر، لذلك هو فتح لنا باب الدعاء. يا رب خليك جنبي وان شاء الله انا هسعى وانت تسعى معايا، انا هسعى وبساعدتك يا رب ان شاء الله باذن الله هوصل للي انا عاوزه، وهتوصل ان شاء الله. الموضوع صعب ولكن ليس مستحيل، ليس مستحيل. في ناس وصلت، صاحب شركة علي بابا اترفض كتير في شغلانات، يعني يكفي ان هو قدم في ماكدونالدز لما فتحت في الصين، كان مقدم هو و24 واحد. انت متخيل 25 واحد مقدمين في ماكدونالدز، 24 واحد اتقبلوا وهو اللي ما اتقبلش. ولكن ده ما كانش عائق بالنسبه له، وقال اوه لا انا كده هعتزل بقى الدنيا واعتزل الناس واخد كوخ واطلع الجبل واعيش مع نفسي. لا لا لا، يمكن المكان اللي بتترفض فيه هو ده الحافز، لان ربنا حاطط لك طريق تاني خالص وعاوزك تمشي فيه عشان توصل للحلم بتاعك. فيا شباب توكلوا على الله، وان شاء الله الحياة على قد ان هي صعبة ولكن مستحيلة، انت ممكن توصل. تاني بقول دور، اعمل زي ما انا بعمل مؤخرا. زي ما بقول لك، انا كل واحد بتابعه على النت وشايف ان هو فعلا وصل وحقق هدفه برجع لاول فيديوهات ليه،
في عندك برضو من الحاجات الملهمه احمد امين، من الشخصيات اللي انا بحبها برضو، ممثل. يعني انا في اكتر من حد كده بيبقى باخده على حته الالهام، على قد ان انا مثلا مقتنع بيه ان هو وصل للهدف اللي هو عاوزه، حقق اللي هو عاوزه. ولكن هو جه في فتره الكورونا يا باشا، جاب كرسي حط عليه الموبايل وابتدى يصور فيديوهات لحد ما ربنا كرمه، وابتدى دلوقتي يعمل مسرح وعلى خطى ان هو يحقق هدفه. فعلا حقق هدفه. يعني عندك اكرم حسني كان ضابط شرطه، متخيل يعني ايه ضابط شرطه؟ ان هو دلوقتي ليه كارير معين، الناس بتحترمه، ولكن هو كان جواه حاجه وعرف ان هو يكتشفها. لا انا يا جماعه ممثل، انا عندي رساله عاوز اوصلها. وابتدى واحده واحده وساب الكارير او ساب الشرطه كلها، وابتدى يشتغل على نفسه لحد ما وصل اللي هو عاوزه دلوقتي. اكرم حسني يعني ما شاء الله. ففي ناس كتير، انا لو ابتديت اذكر الاسامي مش هخلص، لان في ناس كتير جدا الهمتني واكدت لي ان الحلم لو ما اتحركناش في اتجاهه هو مجرد امنيه. انا شايف نفسي كمان سنه مثلا في المكان ده، بس لو انا ما اتحركتش خلاص. انا بتمنى ان انا اكون الانسان ده او الفيرجن ده من نفسي او النسخه دي من نفسي. فلا، اتحرك يا شباب. وانا دايما في فيديوهاتي بقول لو البيزنس اللي انت عاوز تفتحه ده يتطلب لمبه في مكتب او في غرفه، معلش هات اللمبه يا معلم. هتبص هتلاقي نفسك انت بقى عندك نشوه داخليه كده، اللي هو انت حققت فعلا حاجه تجاه الحلم الكبير. تاني بقول توكلوا على الله، اجري ورا حلمك، اكتب حلمك، هات ورقه وقلم. معلش انا دايما بقول ورقه وقلم، ايوه ورقه وقلم زي ما انت بتسمعني كده، واقعد يا باشا افصل نفسك عن العالم والناس اللي حواليك، واقعد في نفسك كده في الاوضه مع كوبايه الشاي اللذيذه واكتب حلمك. اكتب انت شايف نفسك فين، بس حطها كده كتايتل او هيدلاين في الورقه. انا شايف نفسي فين، او انا شايف نفسي ايه. وبعد كده ابتدي بقى حدد الخطوات، انا هعمل ايه، واعمل اولويات للخطوات. انا هبتدي بالخطوه دي، هبتدي بالخطوه دي مثلا لا ممكن تتاجل شويه، انا مثلا محتاج فلوس. في ناس اهلها ساعدوهم بمبالغ صغيره عشان يوصلوا للي هم عاوزينه، لان هم ممنونين بيهم. يعني انا زي ما بدات الفيديو بقول لك، في ناس كتير ممكن لو شاركت حلمك معاهم تضحك عليك، ولكن شارك حلمك مع ماما، شارك حلمك مع بابا، مع اخواتك. يعني كام مغني، كام ممثل قال لك ماما هي اللي وجهتني للطريق ده، وانا صغير كنت بغني في البيت، وبعد كده شافت فيا ان انا اكون مغني ووجهتني للطريق ده ونمت الموهبه. شارك مع اهلك، قول لهم انتوا شايفين فيا ايه. يمكن في حاجه انت مش شايفها في نفسك، هم شايفين فيك ايه. في ممكن تكون انت من الناس اللي اصحابك لما بيحبوا يسمعوا نصيحه او يحبوا يفضفضوا بيكلموك، فانت عندك موهبه التاثير، موهبه الاستماع. ممكن ابتدي اعمل فيديوهات يا عم، حط فيديوهاتك عندنا في الفيديوهات واحنا هنبتدي والله نخش ونشجعك. بس توكل على الله، ما تقولش مثلا بكره او بعده، لا ابتدي من دلوقتي، ابتدي من دلوقتي. وانا قلت في فيديو قبل كده، لو اشتغلت على نفسك 1% كل يوم، لو حبيت لو ابتديت تطور من نفسك 1% كل يوم، على اخر السنه انت طورت من نفسك 37 مره. متخيل؟ 37 مره. اقرا كتاب، اقرا 5 صفحات كل يوم، امسك فيديوهات، البودكاست اللي انت بتحبه، اسمع، اكتب، شوف الناس بتعمل ايه، شوف الناس وصلت لايه. مش صعب ان انت ممكن في يوم من الايام تبص تلاقي عندك فعلا شقه في دبي، لان الناس كلها دلوقتي رايحين دبي يشتري شقق، او شقه في المكان اللي انت فيه، او ان انت اتجوزت، او ان انت عملت شيء كان نفسك ان انت تعمله. ولكن الاستمراريه ما توقفش، ما تخليش حاجه توقفك، لا توكل على الله. وعشان برضو يكون فيديو في اللذيذ كده السريع، مش هطول عليكم شباب وهختم الفيديو. انا عندي حلم وماشي في الحلم بتاعي ومستمر فيه، ان انا عاوز اعمل تشامبيونز كوميونتي، ان احنا عند نقطه معينه نبتدي نساعد بعض، نبتدي نفيد بعض، نبتدي نقابل بعض ونتكلم مع بعض. ليه لا؟ ويكون في كوميونتي كده ان شاء الله باذن الله. وما طولش عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.